يا مساء الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. الناس اللي ما بتحبش وقفة المطبخ كتير والناس اللي ملهاش في المطبخ عامة ممكن تعمل الأكلة بتاعت النهاردة بكل سهولة وتطلع معاها ممتازة. هنعمل طواجن المكرونة بكل سهولة في الفرن. جبت حلة فيها مية، حطيت فيها ملح وزيت علشان هسلق فيها المكرونة، وفي حلة كمان حطيت بصلة متقطعة ولحمة مفرومة وملح وفلفل وبابريكا وكزبرة وشطة حارة، وهسيبهم على النار حوالي 5 دقايق لحد ما اللحمة تبدأ تدخل في السوا بتاعها. دلوقتي المية بدأت تغلي، هنزل فيها كمية المكرونة اللي أنا عايزة أسلقها. أنا هعمل منها 4 طواجن. هنا اللحمة بدأت تدخل في السوا بتاعها، هنزل عليها بحوالي 4 معالق من الصلصة، وهزود شوية مية واسيبها تتسبك حوالي تلت ساعة، ولحد ما اللحمة تتسبك هتكون المكرونة كمان استوت. دلوقتي اللحمة استوت واتسبكت والمكرونة استوت، هنزل بيهم على الطواجن دهنها بالزيت كويس خالص، وانزل عليها بالمكرونة. المكرونة يا دوب بس صفيتها ما غسلتهاش، وبعد كده نزلت عليها اللحمة المفرومة. كمان عملت لها تشريبة مية وحطيت فيها شوية من الصلصة ومرق الدجاج وملح وكزبرة ناشفة، وزودت كمان شوية شطة. بنزل عليهم بالشكل ده لحد ما اغطي اللحمة من الصلصة اللي انا عاملاها بالمية، وبعد كده بغلفهم بالفويل وادخلهم الفرن درجة حرارة عالية على الرف اللي في النص. بياخدوا في الفرن حوالي من ساعة الا ربع لساعة. بيطلع احلى طاجن مكرونة ممكن تجربوه في حياتكم. هنا بعد ما طلعتهم من الفرن بالشكل القمر ده، طالع طعمها خيالي. اول ما الاولاد جربوها كانوا بيقولوا لي اعملي لنا منها كل يوم.
بصراحة كان طعمها خطير، أتمنى الكل يجربها، حرفيا تحفة تحفة تحفة. مش هتندموا، بسيطة جدا، أي حد ممكن يعملها والنتيجة بتكون ممتازة، حتى لو أول مرة تجربوها هتطلع معاكم تحفة وزي العسل من إيديكم. أتمنى اللي عجبه الفيديو ما ينساش يحط لايك ويسيب كومنت وشير للفيديو، واللي حابب فولو على الفيسبوك مطبخ كامة. أتمنى أشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.